الترجي ما يجيش النهارده عشان الاهلي هيعمل عليه حفله. 5 اخبار ضرب نار للاهلي النهارده في مواجهه الترجي، وربنا يسترها على الترجي يا جماعه. نبدا اول خبر معانا، وهو ان النادي الاهلي هيلاعب الترجي النهارده بالزي الاساسي الاحمر، مش الزي اللبني، الزي النحس اللي ما بنكسبش بيه ولا ماتش. اخيرا النادي الاهلي هيلعب النهارده امام الترجي بالزي الاساسي الزي الاحمر. تاني خبر معانا يا جماعه، والخبر ده جامد جدا، والخبر ده في الجون. عودة محمد علي بن رمضان لتشكيل الاهلي الاساسي لمواجهه الترجي النهارده. محمد علي بن رمضان بالنسبه لي هيكون ورقه قويه جدا، وهيكون يعني مبدئيا من الاخر كده هو ورقه الفوز وورقه المكسب على الترجي النهارده، وشوفوا بن رمضان هيعمل ايه. تالت خبر معانا يا جماعه، وهو انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، هو حلو ولا وحش، بس ربنا يسترها يا جماعه. الخبر الثالث معانا، وهو ان كابتن كمويش في قائمه النادي الاهلي النهارده، وحاسس كده انه هيعملها وهيسجل امام مش عارف ايه، حاسس انه هيسجل امام الترجي النهارده يا جماعه، وهيكون في تشكيل الاهلي الاساسي. رابع خبر معانا يا جماعه، وهو ان معلق اللقاء النهارده ماتش الاهلي والترجي هيكون المعلق جواد بدة. مين جواد بدة؟ جواد بدة معلق كبير يا جماعه. خامس خبر معانا، وهو ان تشكيل الاهلي النهارده امام الترجي التونسي هيكون في حراسه المرمى عودة محمد الشناوي، امامه 2 مدافعين، ياسر ابراهيم، جنبه عودة ياسين مرعي، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال يوسف بالعمري. في نص الملعب هيلعب لوحده مروان عطية، امامه اتنين، والاتنين دول هم هيكونوا سر الفوز وسر المكسب على الترجي النهارده. محمد علي بن رمضان، وجنبه امام عاشور. قول لي الترجي ما تجيش، حد يقول لي امنشنه للترجي قول له ما تجيش النهارده. ناحيه اليمين احمد السيد زيزو، ناحيه الشمال تشكر يا كريزيديه محمود حسن تريزيجيه، ناحيه الشمال امامهم مهاجم صريح كمويش، المهاجم البرتغالي الانجولي اللي بيلعب في منتخب الراس الاخضر. هتقول لي ازاي؟ ما اعرفش، هو كده. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه بعد ال5 اخبار اللي انت قلتهم دول، الاهلي النهارده هيسجل كام هدف على الترجي؟ قولوا للترجي ما تجيش.